التحرش ما بقاش ليه سن، ومفيش حاجة اسمها ابني لسه ما بيفهمش. الطفل من اول ما يبتدي يمشي ويتعامل مع الناس لازم نكون واخدين بالنا منه كويس. التوعية تبدأ من بدري جدا جدا. علشان في السن ده الطفل بيبدأ يلاحظ جسمه ويفهم اللي حواليه. نقدر نعلمه بطريقة بسيطة يعني ايه جسمي ملكي، وايه اللي ينفع يتقال وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وكل ده من غير ما نرعب الطفل. اللعب العادي بيكون بريء، ما فيهوش لمس الاماكن الخاصة ولا فيه سرية ولا تهديد. لكن لو اللعب بقى فيه كلام او تصرفات مش مناسبة للطفل، او الطفل رجع منزعج، يبقى لازم نراجع ونتكلم ونفهم. التحرش مش بيختار نوع. الولاد كمان بيتعرضوا ويمكن بيتكسفوا اكتر ان هم يحكوا، فلازم نحميهم ونتكلم معاهم ونفهمهم زي ما بنفهم البنات بالظبط. نقول له ان جسمه ليه حدود، ومفيش حاجة او حد من حقه ان هو يلمسه من غير اذنه. حتى لو كان بيحبه نعلمه يقول لا لو اتضايق، ونحترم رفضه حتى لو كان في حاجات بسيطة جدا زي البوسة او الحضن. الافضل يكون لا، ولو مضطرين قوي يبقى لازم يكون شخص محل ثقة جدا وفي مكان آمن، ونعلم الطفل يقول لأ لو حس بأي حاجة غريبة أو مش مريحة. طب لما ابني يرفض يسلم على حد او يقعد في حضن حد، اضغط عليه؟ لا خالص. لما بنجبره او بنعلمه انه ما لا يملكش جسمه، وانه لازم يرضي اللي حواليه حتى على حساب راحته، فده بيخليه الموضوع بالنسبه له خلاص اوكي. لازم نحترم قراره ونقول للناس هو مش حابب دلوقتي بكل احترام. نلاحظ اي تغير في السلوك زي الخوف المفاجئ او الكلام الجنسي او ان هو يلمس نفسه او غيره بشكل غريب، ونسأله بهدوء ونطمنه انه مش هيتعاقب، وانه لازم يحكي اللي جواه، وانه يقدر يقول لنا اي حاجة هو عايزها. من اول كده لازم نحط قواعد، ولازم يبقى فيه وقت محدد واماكن مفتوحة، ونشرح له ليه بنتابع اللي بيشوفه. مش عشان احنا بنراقبه او احنا مش واثقين فيه، لكن عشان نحميه ونتكلم معاه عن اي حاجة يشوفها ويحس ان هي مش مريحة. الطفل مش هيخترع حاجة زي دي من دماغه، ولو جه قالك فده محتاج منه شجاعة كبيرة جدا. فلازم نصدقه وندعمه ونتصرف بحكمة، ونطلب مساعدة من حد مختص لو لازم الأمر. في أطفال بيقلدوا حاجات شافوها على التلفزيون أو على الموبايل أو ممكن يكونوا تعرضوا ليها. لو حصل موقف لازم أحمي ابني فورا، وأتكلم مع أهل الطفل التاني من غير خناق، ونتأكد إن في توعية من ناحيتهم كمان. علشان الطفل الواثق بيقدر يقول لأ ويدافع عن نفسه، فلازم يسمع الكلمة دي كتير. جسمك ملكك، مفيش حد من حقه يلمسك من غير إذنك حتى لو بيحبك. أسألهم ايه الإجراءات لو حصل حاجة، ومين بيراقب الأطفال، وفي كاميرات ولا لأ، ولازم أبين اهتمامي من غير اتهام، وأتابع باستمرار، وأفتح باب تواصل دايم ما بيني وما بين الحضانة أو المدرسة. أول حاجة إن احنا لازم نهدى ونصدق طفلنا. أجمع بقى معلومات لو الموضوع فيه ضرر حقيقي للطفل، لازم أتوجه قانونيا وأطلب دعم نفسي لطفلي. المواجهة العنيفة ساعات بتأذيه أكتر ما بتفيده.
غلط انك تتأثري، لكن اهم حاجة تحط مشاعر ابنك او بنتك الاول. انتي مش السبب وطفلك مش غلطان. خدي خطوة لقدام وساعديه يتعافى، واطلبي دعم نفسي ليكي وليه لو احتاجته. هل في إشارات نفسية أو جسدية ممكن تدل على إن الطفل اتعرض للتحرش؟ اه، زي الانطواء المفاجئ والتبول اللا إرادي والخوف من ناس معينة، كلام مش مناسب لسنه، أو رفض يروح مكان معين. أي تغير مفاجئ في السلوك يستاهل إنك تسألي وتطمني على طفلك. ازاي افرق ما بين الفضول الجنسي الطبيعي عند الاطفال والسلوك الغلط؟ الفضول بيكون بسيط زي اسئلة او استكشاف جسدي بريء، لكن السلوك الغلط بيكون فيه تكرار والحاح او تقليد لحاجات مش طبيعية لسنه، وده محتاج توجيه ومراقبة بهدوء. طب لما طفلي بيسألني أسئلة حساسة أجاوبه ولا أتهرب؟ لازم أجاوبه بس على قد. التهرب بيخليه يدور على إجابة من حد تاني. نقوله المعلومة الصح بلغة بسيطة ونفتح باب الحوار من بدري. في كتب ومواقع وتطبيقات بتقدم محتوى مناسب للسن ده، زي كتب التربية الجنسية الآمنة للأطفال. وممكن كمان نلجأ لمتخصصين يعملوا جلسات توعية للأهل.